يا اسطى، انت متخيل ان الموز اللي انت بتاكله ده ممكن يجيب لك تلوث اشعاعي؟ السؤال هنا، هو الموز اللي انت بتاكله ده ينفع نصنع بيه قنبلة نووية ولا لا؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم الفيزيائي محمد إياب. طيب، هو في الفترة الحالية بيتعرض فيلم اوبنهايمر اللي بيحكي السيرة الذاتية للعالم اللي اخترع القنبلة النووية. جميل. عندي بس مشكلة ان في مصر الفهم للطاقة النووية يعني بطريقة مظبوطة بيبقى في ايد الناس اللي هي بتدرس الفيزياء اكتر او الكيمياء. تمام. اغلب الناس ما بتهتمش بدراسة المجال ده أوي، مع انه من امتع المجالات اللي انت ممكن تدرسها. وقصة الفيلم او القنبلة النووية دي اساسا دي تعتبر المرحلة الاخيرة في رحلة البحث في الطاقة النووية عامة والطاقة الإشعاعية. الرحلة دي طويلة جدا وممتعة جدا، وفيها مراحل كتير جدا انت هتستمتع وانت بتسمعها. حرفيا انا كمدرس فيزياء وعلوم، الدرس الوحيد اللي بيكلمك عن الطاقة الإشعاعية والطاقة النووية هو الدرس على تالتة إعدادي. أنا شخصيا كنت متضايق جدا لما الدرس ده اتحذف من على تالتة إعدادي، عشان ده كان من أمتع الدروس اللي أنت ممكن تشرحها. في تفاصيل كتير وتفاصيل ممتعة مش مملة. تمام. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عليه. طبعا هنتكلم شوية على موضوع الطاقة الإشعاعية وظاهرة النشاط الإشعاعي والحوارات. مبدئيا، هو فكرة الطاقة الإشعاعية أصلا وفكرة ان الموز بيطلع طاقة اشعاعية ولا لأ، وبيجيب لي تلوث اشعاعي ولا لأ، وممكن اطلع منه قنبلة نووية ولا لأ، ده احنا هنقوله قدام. بس تعال نتكلم عن الموضوع الطاقة النووية بالراحة شوية. مبدئيا، هي فكرة الطاقة النووية اصلا احنا عارفينها من ساعة ما احنا اكتشفنا نواة الذرة ودراسة الذرة اللي انت هتاخد فصولها في سنة اولى ثانوي. رحلة اكتشاف الذرة في الكيمياء والنواة والالكترونات والحاجات دي. وانا عارف من زمان ان النواة بتاعة الذرة بتتكون من بروتونات ونيوترونات، بينهم قوة ترابط وقوة تنافر. تمام. قوة الترابط دي هي اللي بتكون لي النواة بتاعتي. لازم قوة الترابط تبقى قوية بشكل كافي ان هي تربط لي بين النيوترونات والبروتونات. بتبقى على ايه؟ بتبقى على اساس ان لازم الاتنين يبقى عددهم في تناسب مع بعض. هي لها حسبة كده، بس هي ايه تفاصيلها مش عليك قوي. تمام. المهم، انت كل اللي عليك بس اللي انا عايزك تعرفه ان هو فكرة اللي هي ايه، لازم تناسب معين بحيث مفيش طاقة من قوة التنافر وقوة التجاذب دي تطلع بره النواة. لو في طاقة طلعت بره النواة او بره الذرة عامة، يبقى اعرف ان العنصر ده مشع. العنصر ده مشع فبيطلع لي طاقة إشعاعية كبيرة ولا صغيرة، دي بقى مش تفرق معايا. المهم دلوقتي اللي هو فيه عنصر إشعاعي. طيب، مين العالم اللي كان كلمني على موضوع الطاقة الإشعاعية أو النشاط الإشعاعي ده؟ عالم اسمه هنري بيكوريل. كان عمال يدرس في عنصر اليورانيوم، لقى إن في حاجة غريبة جدا بتحصل فيه. بينبعث منه أشعة غير مرئية، انت ما بتشوفهاش، بس أشعة بتحس بيها. بتحس بيها ازاي؟ بتحس بيها اللي هي بتأثر على الدي ان ايه او الشفرة الوراثية بتاعة الشخص اللي قريب منه. يعني بيغير طبيعة الحاجات الحية اللي حواليه بالأشعة دي. تمام. بدأ دراسته في الموضوع ده وخد جايزة نوبل على دراسته الإشعاع. تمام. بعد كده العلماء اكتشفوا كذا عنصر بيديني الطاقة الإشعاعية دي. تمام. ونظائر ليهم. ايه العناصر دي؟ العناصر دي السيزيوم، الراديوم، اليورانيوم وده الاشهر، والزركونيوم والسيلينيوم والروبيديوم والبولينيوم. دي العناصر المشعة اللي هي العناصر بتاعتها تحتوي على عدد من النيوترونات فوق العدد اللي مطلوب عشان الذرة دي تستقر، فبالتالي بيطلع لي طاقة إشعاعية. طب ايه ظاهرة النشاط الإشعاعي دي؟ ظاهرة النشاط الإشعاعي دي اللي هي يعني ايه، تقدر تقول عليها ان هي العملية اللي بتتعمل علشان الذرة المشعة اللي بتطلع لي طاقة ترجع لشكل الذرة المستقرة اللي هي ما بتطلعش طاقة. تمام.
هي بتطلع طاقة ليه اصلا، او بتطلع اشعة ليه اصلا؟ بتطلع اشعة علشان توصل لمرحلة من الاستقرار. اصلا اليورانيوم اللي هو اشهر العناصر المشعة في النواة بتاعته 92 بروتون و146 نيترون، رقم كبير جدا، كبير لدرجة ان النواة اصلا عمرها ما هتبقى مستقرة غير اما الطاقة تبدأ تقل وتخرج الطاقة الزايدة اللي موجودة في نواة ذرة اليورانيوم. طيب هو عامة مش كل اليورانيوم اصلا ينفع يكون لي ينفع يصنع لي طاقة نووية او ينفع يطلع لي قنبلة نووية. في انواع معينة من اليورانيوم، ودي تفاصيل علمية شوية انا مش حابب اكلمك فيها علشان يعني معقدة شوية. تمام. بعد ما العالم بيكوريل ده مات، كان في واحد شغال موظف حكومة. موظف حكومة فين؟ موظف حكومة في مكتب براءات الاختراع. الموظف ده كان شغوف جدا بالفيزياء، شغوف لدرجة ان هو طلع 4 ورقات بحثية غيرت شكل دراستنا للفيزياء الحالية. تمام. العالم ده مين؟ او الموظف ده مين؟ الموظف ده هو ألبرت أينشتاين. اهم الحاجات اللي ذكرها ألبرت أينشتاين في ال4 ورقات دول هي المعادلة الشهيرة بتاعته اللي هي E بتساوي M في C تربيع، اللي هي مقدار الطاقة بتساوي الكتلة في مربع سرعة الضوء. تمام. المعادلة دي هي اللي كنت بيها بحسب مقدار الطاقة اللي ممكن تطلع من نواة الذرة أول لما يتم تكسيرها. هي لها استخدامات كتير عامة، بس ده يعني اللي هي ايه اشهر استخدام. تمام. طيب نركن الاكتشاف ده على جنب وهنرجع له بعدين. المهم يعني ان العالم ألبرت أينشتاين ده كان يعني في دراسته في الفيزياء اكتشف ان انت ممكن تعمل لي حاجة اسمها انشطار نووي. يعني ايه انشطار نووي؟ يعني اللي انت تدخل لي نيترون بسرعة عالية على نواة ذرة اليورانيوم او ذرة اي عنصر تاني، وبالتالي نواة العنصر اللي انضرب عليه النيترون ده هتتكسر، فتطلع لي كمية طاقة كبيرة وتطلع لي كمية طاقة كبيرة جدا. تمام. طيب هو انا اقدر اتعامل مع الطاقة دي واقدر انتجها بكميات كبيرة؟ ان انا اعمل سلسلة من الانشطارات النووية. السلسلة دي اللي هي ذرة تنشطر فبالتالي تطلع لي نيترون وبروتون يخبطوا في نواة ذرة تانية تنشطر، وهكذا وهكذا وهكذا، فبالتالي كمية الطاقة النووية اللي بتطلع معايا كبيرة جدا لدرجة اللي هي ممكن تدمر بلاد او اللي هي تنور قارة كاملة. هو العلماء اصلا بعد ما اكتشفوا الانشطار النووي ومتسلسلة الانشطارات النووية وعملوها، يعني استعملوها في ايه؟ اشهر استعمال في الوقت ده ان انت تحارب بيه السرطان. يعني ايه تحارب بيه السرطان؟ يعني انا عندي نواة عنصر مشع او عنصر مشع بيطلع لي اشعة. ايه الاشعة اللي بيطلعها دي؟ اسمها اشعة جاما واشعة الفا، اشعة جسيم الفا واشعة جسيم بيتا. الاشعة دي بتبوظ لي الدي ان ايه بتاع اي خلية حيوانية، تمام، او نباتية. فبالتالي انا لو اسلط كمية الطاقة النووية دي او الاشعاع ده على خلية سرطانية بتنمو بشكل كبير، الدي ان ايه بتاعها انا مش عارف اتحكم فيه، فبالتالي ده بيخليني اقدر اقتل الخلية السرطانية دي، وبالتالي اعرف اسيطر على انتشار الخلايا واستهلاكهم الكبير من طاقة الجسم ده. تمام. ده اهم استعمال سلمي للطاقة الاشعاعية والنووية. تمام. طيب هي لها استعمالات كتير عامة، بس الاستعمالات الكتير دي بدأت تبان بعدين، اللي هي ايه؟ مثلا انا لو عملت اكتر من سلسلة من الانشطارات النووية في حاجة اسمها المفاعل النووي اللي بيحصل فيه الانشطارات دي، تمام، الطاقة دي بتطلع لي حرارة، فبالتالي عشان المفاعل النووي ده ما يسيحش مني فبحتاج احطه في مكان عشان ابرده، فاحطه في مية، فالمية دي تبدأ تتبخر، فالبخار ده يحرك لي المراوح، والمراوح دي اول لما تتحرك تولد لي كهرباء، وبالتالي تولد لي طاقة كهربائية. تمام. بس هو في مشكلة خلت اللي هي الطاقة النووية دي مش اكتشاف علمي مفيد فقط. في لعبة السياسة الغاية بتبرر الوسيلة.
فبالتالي انا لما اكون في حالة حرب بحاول استعمل سلاح يديني كمية طاقة كبيرة جدا، بس انا اصرف عليه كمية فلوس قليلة. تمام. يعني كمية الطاقة اللي بتطلع لي من القنبلة النووية اكبر بملايين المرات من اكبر قنبلة موجودة في الوقت اللي حصلت فيه الحرب العالمية التانية. تمام. علشان كده بمجرد اما السياسيين او رؤساء الدول اللي كانت مشتركة في الحرب العالمية التانية، سواء امريكا او المانيا، كانوا بيحاولوا يوصلوا قنبلة تعتمد على الطاقة النووية الكبيرة جدا دي. تمام. فكل واحد فيهم كان بيحاول يسبق التاني عشان يوصل للقنبلة دي. كان في منظورهم ان القنبلة النووية دي سلاح هيعلي كفة الطرف على الطرف التاني. بس اللي اكتشفوه بعد كده ان السلاح ده سلاح ردع، سلاح مميت. تمام. امريكا فضلت تجند اكتر من عالم عشان يخترعوا القنبله النوويه بتاعتهم، وامريكا جندت اكتر من عالم بجنسيات مختلفه في حاجه اسمها مشروع مانهاتن علشان ينتجوا القنبله النوويه دي. من اشهر العلماء اللي كانوا موجودين في مشروع مانهاتن اللي هو العالم اوبنهايمر. العالم اوبنهايمر ده اكتشافه فكره اللي هي الطاقه النوويه او استعمالات الطاقه النوويه وبحثه في الطاقه النوويه دي خلاه مع فريق العلماء بتوعه وصلوا لأول قنبلة نووية في التاريخ، وفجروها في صحراء المكسيك. تمام. بمجرد رؤيتهم الانفجار ده كان أرى اقتباس موجود في كتب الهندوسية اللي كان بيدرسها جنب دراسته للفيزياء. كان مكتوب: أنا الموت، أنا مدمر العالم. وصفه في المحادثة الشهيرة بتاعته اللي نزلت على النت والمنتشر دلوقتي، إن بيقول لك ان حبة علماء اول لما شافوا الانفجار ده قعدوا يضحكوا وناس تانيين قعدوا يبكوا، بس الاغلبية فضلوا ساكتين مش مبدين اي رد فعل. اوبنهايمر في الوقت ده حس ان هو اخترع سلاح مميت صعب السيطرة عليه. هو ليه صعب السيطرة عليه او ليه القنبلة النووية دي عاملة مشكلة كبيرة بالشكل ده؟ بص، هو عامة فكرة القنبلة اي قنبلة عادية غير القنبلة النووية دي اثرها التدميري هو لحظة الانفجار، بيتم لحظة الانفجار. تمام. ما بيحصلش اي اثر بعديها. طيب ايه مشكلة القنبلة النووية؟ مشكلة القنبلة النووية اللي هي بتسيب اثار تانية بعد انفجارها ده. ايه الاثار التانية دي؟ اللي هي التلوث الاشعاعي، بترفع لي كمية الاشعاعات النووية الموجودة حوالينا. طب سؤال، هو في اصلا طاقة نووية موجودة حوالينا؟ الموز اللي انت بتاكله ده فيه مقدار طاقة اشعاعية. تمام. صغيرة جدا بالنسبة للموزة الواحدة. الموزة الواحدة فيها 77 من 1000 ملي سافارت اللي هي وحدة قياس الاشعاع. وانت شخصيا عشان يجيلك تلوث اشعاعي اصلا انت محتاج يعني تاكل مش اقل من 70,000 100,000 موزة في اليوم علشان يجيلك تلوث اشعاعي. تمام. الجرعة الطبيعية اصلا اللي انت ممكن تستقبلها في السنة الواحدة للناس الشغالين في المجال الاشعاعي هي 20 ملي سافارت. اما الناس العادية اللي زي وزيك اخرهم 1 ملي سافارت. طب نرجع لموضوعنا، التلوث الاشعاعي اللي بيحصل بسبب القنبلة النووية ده بيحصل ازاي؟ بص، مبدئيا انا قلت لك ان الطاقه الاشعاعيه دي بتلوث الدي ان ايه بتاع اي كائن حي موجود في الطبيعه اللي حواليك. تمام. انفجار قنبله نوويه او انفجار المفاعل النووي تشيرنوبل في روسيا سنه 86 بيؤدي لايه؟ بيؤدي لسحابه من الغبار الذري، سحابه مليانه بخار مليان طاقه اشعاعيه، ميه ملوثه. تمام. الميه الملوثه دي لما تمطر في مكان فالمطر بيكون ملوث، فالمطر اللي فيه طاقه اشعاعيه ده لما ينزل على شجر او نباتات احنا بناكلها والحيوانات بياكلوها، تمام، بيبوظ لي الدي ان ايه او الشفره الوراثيه اللي موجوده للنبات ده. ما هو النبات ده كائن حي، فاول لما يبوظ فبالتالي النباتات دي طبيعتها بتبوظ، فبالتالي بتكون ملوثه. فالحيوانات اللي
تاكلها بيجي لها تلوث اشعاعي، والبني ادم اللي بياكل النباتات دي بيجي له تلوث اشعاعي، والبني ادم اللي بياكل من منتجات الحيوانات دي برضه بيجي له تلوث اشعاعي. فبالتالي انت بتسيب اثر مستمر لعشرات السنين بقنبله نوويه واحده بس. انت بتاثر على جيل كامل من الحيوانات والبني ادمين، في اللي يقدر يعيش وفي اللي مش يقدر يعيش. من اشهر التاثيرات اللي بتنتج من الطاقه الاشعاعيه الكبيره سرطان الدم، لوكيميا، او تدمير في الطحال او الجهاز الهضمي او الجهاز العصبي المركزي، تمام، او ان انت يجيلك سرطان الجلد، او طبيعتك كبني ادم تتغير. ونفس الكلام بيحصل للحيوانات، طبيعتهم بالنسبة لبني جنسهم بتتغير، تمام. انت ممكن تلاقي بني ادم متعرض لتلوث اشعاعي تلاقي ايد اطول من ايد تانية، تلاقي اللي هو مولود عنده سرطان في الجلد، تمام، مولود عنده لوكيميا. كل الحاجات دي نتيجة عن التلوث الاشعاعي بكميات صغيرة او بكميات كبيرة. طيب هو نرجع للكلام اللي احنا بدأنا بيه البودكاست. هو انا ممكن اعمل بموزة قنبلة نووية؟ عمليا هو تصنيع القنبلة النووية على قد ما هو بسيط على قد ما هو فيه برضه مشاكل. يعني مثلا انت فكرة ان انت تصنع لي قنبلة نووية ده محتاج عمليات كتير. مبدئيا انت اول ما تعمل لي انشطار، فجزء من طاقة الانشطار دي بتطلع بره الحيز اللي انا عايزها فيه، فانت بالتالي محتاج حاجة تحافظ لك على الطاقة الاشعاعية دي. طيب المادة شخصيا اللي انا بستعملها عشان انتج لي قنبلة نووية او طاقة نووية فهي مادة نادرة جدا، مش اي انواع اليورانيوم اللي انا ممكن استعملها تطلع لي طاقه نوويه. طيب لو انت عديت المرحله دي وحبيت تستعمل الماده المشعه اللي موجوده في الموز. طيب هو الماده المشعه اللي موجوده في الموز عامه حاجه اسمها بوتاسيوم 40، طاقته الاشعاعيه صغيره جدا، فتره العمر بتاعته طويله، فبالتالي هو مش ملوث قوي. طيب انت لو جبت منه كميه كبيره وحاولت تعمل له انشطار نووي هيتم. هو عمليا في دراسة الطاقة النووية دي في علماء خدوا فيها سنين، يعني انا مش هينفع اشرحها لك في بودكاست واحد. بس انت المهم اللي انت تعرفه ان في عناصر مشعة قبل الانشطار وفي عناصر غير قبل الانشطار، تمام. فبالتالي البوتاسيوم ده من العناصر الغير قبل الانشطار او اللي هي الانشطار بتاعها مش مفيد قوي بالنسبة لي، هيستهلك لي كمية طاقة كبير وجهد كبير عشان اطلع منه قنبلة نووية، ومش عملية قوي، حتى مش هتبقى بالقوة الكبيرة، تمام. فبالتالي انا بالنسبة لي انا لو حابب اعمل قنبلة نووية عمري ما هستعمل البوتاسيوم 40 اللي موجود في الموز او الفاصوليا او البطاطا. بس ودي حلقة البودكاست، اتمنى تكونوا استمتعتوا. واتمنى الناس اللي شافت فيلم اوبنهايمر تقول لنا تجربتها على الفيلم ده عاملة ازاي، حلو ولا وحش، يستاهل اللي هو يتشاف ولا لا. انا سامع اللي هو طويل بس مش عارف هو يستاهل ان احنا نقعد له 3 ساعات في السينما ولا لا. وبس كده، كان معكم مستر محمد اياد، وسلام.